طيب اهلا وسهلا بيكم في قناه كلاود كود. احنا السيشنز اللي فاتت شرحنا الاي سي 2 انستنس، الستورج، شرحنا اللود بالانسر، وشرحنا الاوتو سكيلينج جروب. الاربعه كونسبتس دول على فكره مهمين جدا جدا جدا. نيجي بقى لاهم كونسبت في كل الموضوع ده، كونسبت النتوركينج. واعتقد ان الكونسبت ده بيتعب ناس كتير جدا عشان في ناس كتير مش خلفيتها نتورك يعني باك جراوند. فالنهارده هشرح كده تو سلايدز الكونسبتس الاساسيه بتاعه النتوركينج في دبليو اس، وهعمل سيشن تانية هتنزل برضو بكره هشرح لكم فيها العملي بتاع الموضوع ده. طيب تعالى ناخد اول كونسبت في النتوركينج، هو الفي بي سي. ماشي، الفي بي سي ده يعتبر زي ايه؟ كونتينر كده، ماشي، زي كونتينر، ماشي، تقدر ان انت تحط فيه الريسورسز بتاعتك. ماشي، هو لوجيكال كونتينر او فيرتشوال كونتينر، ماشي، بتحط فيه الريسورسز بتاعتك، وهنشوفها في العملي هتبان بشكل ايه اكبر. بس اللي عايز اقوله لك ان هو مكان فيرتشوال ماشي في الاكونت بتاعك في اي دبليو اس، بتقدر ان انت تحط فيه الريسورسز بتاعتك، بتكونفيجر حاجات زي السبنتس، الراوتنج تيبل، والنتورك جيت واي اللي احنا هنعرفها دلوقتي حالا. تمام، يبقى كده عرفنا ايه هي الفي بي سي. يبقى اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه عشان اقدر ان انا ابني نتورك في اي دبليو اس في الاكونت بتاعي، لازم اكريت في بي سي. في قدامي حل من اتنين، يا اما في الديفولت في بي سي، ماشي، او في بي سي عاديه خالص. الديفولت في بي سي دي بتيجي بقى بشويه حاجات اوتوماتيك اللي هي هنتكلم عنها دلوقتي، حاجات بتتكريت معاها اوتوماتيك. لو انت عايز تكريت بقى الحاجات دي بايدك وتعمل لها كاستمايزيشن، يبقى ساعتها هتكريت بقى في بي سي عاديه مش الديفولت في بي سي. طيب تاني كونسبت عندي، ماشي، احنا قلنا الفي بي سي اول كونسبت، تاني كونسبت هو السبنت. السبنت ده هو رينج من الاي بي هات، ماشي. طيب يعني انا اول ما بكريت اصلا الفي بي سي بعمل ايه؟ في حاجه بس هنا كنت محتاج اقولها، ان انت بتكونفيجر حاجه اسمها السي اي دي ار. السي اي دي ار ده اللي هو الرينج النتورك، باجي اقول كده 10 0 0 0 سلاش 8، ده السي اي دي ار بتاع الفي بي سي، ده الرينج بتاع الفي بي سي، ماشي. ده الرينج النتورك بتاع الفي بي سي، النتورك ادرس بتاعت الفي بي سي دي. كل الاي بيات وكل السبنتس وكل حاجه هتبقى طالعه من الرينج ده. طيب تاني حاجه اللي هي قلنا عليها السبنت، السبنت دي، ماشي، ده بقى السي اي دي ار ده يتقسم لكذا سبنت عادي زي كونسبت النتورك عادي. فتيجي هنا مثلا تقول ايه؟ هيبقى في سبنت 10 0 0 1 سلاش مثلا 24، و10 0 0 2 مثلا سلاش 24. يبقى انت كده عملت سبنت واحد وسبنت 2، 10 0 1 0 انا اسف سلاش 24، و10 0 2 0 سلاش 24. كده دي سبنت واحد وسبنت 2، ماشي. كل بقى سبنت بتبقى في افيلابيلتي زون، ماشي، دي كده تبقى في افيلابيلتي زون واحد مثلا، ودي في افيلابيلتي زون 2. يبقى كده انت عامل عزل للسبنتس، بحيث ان ايه؟ هتحط مثلا عايز تكريت مثلا في ام اللي هي اي سي 2 انستنس، هديها اي بي من الرينج ده. هكريت مثلا باك اب اي سي 2 انستنس للاي سي 2 انستنس دي، هكريتها من الرينج اللي هو السبنت 2. يبقى كده هي راحت في افيلابيلتي زون تانية خالص، بحيث ان الافيلابيلتي زون دي لو وقعت والسبنت دي وقعت والاي سي 2 دي اكوردنجلي وقعت، يبقى الناحيه الثانيه السبنت الثانيه والافيلابيلتي زون الثانيه شغاله عادي، وكل الريسورسز اللي فيها شغاله. يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ السبنت از رينج اوف اي بي ادرس في الفي بي سي بتاعتك، ماشي. انت تقدر تقسم الفي بي سي لمالتيبل نتورك سيجمنتس او سبنت، كل سبنت بتبقى لوكيتد فين؟ في وان افيلابيلتي زون، فبتعمل ايزوليشن ايه للفيليرز ما بين ايه السبنتس. طيب ثالث كونسبت مهم جدا، الراوتنج تيبل، ماشي. الراوتنج تيبل عادي زي النتورك العاديه خالص، ماشي، بيبقى فيها الروتس بتاعتك. يعني انت بتيجي تكريت كده راوتنج تيبل، ماشي، بتيجي تكريت راوتنج تيبل، تقول مثلا ايه الديفولت روت، ماشي، ده الديفولت روت. ولو انت مش عارف الكلام ده بقى ارجع لكورس السي سي ان اي، اتفرج على اول 10 محاضرات في البلاي ليست بتاعت السي سي ان اي، شارح بقى كل الكونسبت بتاعت النتوركينج لو انت ضعيف في الحته دي. طيب من مثلا دي من حاجه اسمها الانترنت جيت واي او الانترنت، وانا اعرف يعني ايه. مثلا سي 20 0 0 0 مثلا، دي سبنت الثانيه من حاجه اسمها ترانزيت جيت واي. يبقى ده الراوتنج تيبل كده بيقول لك ايه؟ انا لما يجي لي باكيت هبص على الديستنيشن اي بي بتاعها، وهفرود الباكيت دي من انهي اتجاه، ماشي. وهنشوف الكلام ده في الدياجرام الجاي، لو انت الحته دي لسه مش واضحه هوريها لك في الدياجرام الجاي. اللي عايز اقوله لك ايه؟ ان الراوتنج تيبل في باي ديفولت حاجه اسمها مين راوتنج تيبل، ماشي، ده بيتكريت معاك، وده كل السبنتس بتبقى شيتد فيه باي ديفولت، ماشي. طيب
ممكن تختار حاجه اسمها ان انت تكريت كاستم راوتنج تيبلز، ان انت يعني ده المين راوتنج تيبل كده، اي سبنت بتكريتها بتخش في المين راوتنج تيبل. ماشي، لو قلنا ان ده المين راوتنج تيبل، ممكن انت تكريت بقى راوتنج تيبل تاني كده تسميه اكس، تحط فيه بقى السبنتس اللي انت عايزها. ففي الاخر في علاقه يعني ايه دايركت ما بين السبنت والراوتنج تيبل، ان لازم تقول السبنت دي اسوشيتد بانهي راوتنج تيبل. ماشي، فمعنى كده ايه؟ ان اي ريسورس جوه السبنت دي لما يجي يبعت ترافيك عشان يعرف هيبعت على مين، بيبص على الراوتنج تيبل اللي لازق في السبنت دي او اللي السبنت دي اسوشيتد بيه. وهنبص على الدياجرام الجاي هنفهم كل الكلام ده. طيب رقم 4، في كونسبت اسمه البرايفت سبنت والبابليك سبنت. ده كونسبت مهم جدا جدا جدا. البرايفت سبنت دي باختصار، ماشي، احنا لو عندنا ادي الفي بي سي، خلينا امسح كل الكلام ده لو ينفع سريعا. الريز اول، ماشي. طيب البرايفت سبنت دي كده باختصار، ماشي، هنشوفها في السلايد الجايه. هي سبنت، ماشي، سبنت ما لهاش اكسس على الانترنت. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تطلع على الانترنت، ماشي، لازم تطلع من حاجه اسمها النت جيت واي، وده هناخده دلوقتي وهنعرف يعني ايه. بيعمل ناتنج للسبنت دي، فدي في الاخر برايفت سبنت، ماشي، 10 مثلا سي 0 0 مثلا 0 سلاش 24 مثلا. السبنت دي عشان تطلع على الانترنت بتطلع من خلال حاجه اسمها النت جيت واي، والنت جيت واي بقى يطلعها بعد كده على الانترنت. ماشي. طيب ده كده بالنسبه للبرايفت سبنت. البابليك سبنت، ماشي، وخلينا برضو اقراها هنا عشان الناس تبقى شايفه هي مكتوب ايه. سبنت that doesn't have a route to the internet gateway. ما الانترنت جيت واي ده اللي بيطلعك على الانترنت، فالانستنسز اللي في السبنت دي ما ينفعش ان هي تاكسس الانترنت. الحل الوحيد بقى عشان الانستنس دي تروح على الانترنت بتروح على حاجه اسمها النت جيت واي. ماشي. طيب رقم 5، الكونسبت الخامس، حاجه اسمها بابليك سبنت. البابليك سبنت دي عكس البرايفت سبنت في الموضوع ده. البرايفت سبنت عشان يطلع على الانترنت كان لازم يبقى كونكتد بحاجه اسمها النت جيت واي. البابليك سبنت عشان تطلع على الانترنت بتبقى كونكتد بحاجه اسمها الانترنت جيت واي، وهنعرف الفرق بقى بينهم دلوقتي. طيب ايه الفرق ما بين النت جيت واي بقى والانترنت جيت واي؟ احنا قلنا الانترنت جيت واي ده كونكتد بالبابليك سبنت، يعني البابليك سبنت لما تيجي تطلع على الانترنت هتطلع على الانترنت جيت واي. النت جيت واي هو اللي البرايفت سبنت بتستخدمه عشان تطلع على الانترنت. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ النت جيت واي ده زي نت، بيعمل نت زي الراوتر كده لما كان بيعمل نت. فانت مثلا سي 10 0 0 0 سلاش 24 دي البرايفت سبنت. لما تيجي تطلع على الانترنت النت جيت واي ده بيحولها لبابليك اي بي اللي هي 57111. ده كده باختصار فكره النت جيت واي. ماشي، بيعمل ناتنج من اسمه. ماشي. الانترنت جيت واي من اسمه هو اللي بيطلعك على الانترنت. يعني اي حد عشان يطلع على الانترنت، ماشي، لازم يطلع من خلال الانترنت جيت واي ده، اللي هو اعتبره زي الراوتر اللي بيطلعك على الانترنت. ماشي، زي مثلا انت عندك في البيت كده عندك دي اس ال راوتر بيطلعك على الانترنت، فاعتبره هو نفس الفكره في اي دبليو اس. لازم يبقى عندك زي راوتر كده هو اللي بيطلعك على الانترنت. ماشي. طيب بس هو المختلف طبعا ان هو مش بيعملش يعني ايه راوتنج. هو في الاخر الجيت واي بتاعتك للانترنت. طيب الانترنت جيت واي ده فكرته ايه؟ ان هو لما تكون عايز تطلع على الانترنت هتوصل اي سبنت بيه، ماشي، والسبنت دي هتبعت الترافيك عليه وتبعته بعد كده على الانترنت. ده كده باختصار المين كومبوننتس. يبقى عندنا الفي بي سي، قلنا ان هي اللوجيكال كونتينر اللي بيتحط فيها السي اي دي ار اللي هي النتورك الكبيره. بعد كده النتورك دي بتتقسم لسبنتس، كل سبنت بتبقى في افيلابيلتي زون، فاي بقى ريسورس هتحطه في السبنت دي اكوردنجلي بيروح في الافيلابيلتي زون دي. السبنت بقى عشان تعرف تروت ازاي بتبقى شريتد بحاجه اسمها الراوتنج تيبل. طيب السبنتس في منها نوعين، حاجه اسمها البرايفت والبابليك. البرايفت دي اللي هي السبنت، وهنا على فكره الموضوع مختلف، يعني مش زي البابليك والبرايفت بتاعت النتورك العاديه. البرايفت اللي هي بقى 10 مش عارف كام، والبابليك اللي هي اي حاجه بعيده عن البرايفت رينجز. لا، هنا البابليك سبنت دي هتبقى واخده برايفت رينج برضو، هوريكم فكرتها عامله ازاي. بس باختصار لما اقول لك برايفت سبنت كده ما تفكرش في برايفت وبابليك، هي في الاخر السبنت دي في الاخر واخده برايفت اي بي. بس برايفت سبنت دي من الاخر بتطلع على الانترنت من خلال النت جيت واي، بيعمل لها نت. البابليك سبنت بتطلع على الانترنت من خلال الانترنت جيت واي، وهوريكم ازاي في السلايد الجايه. طب احنا فهمنا بقى كل الكونسبتس الجميله دي، تعال نشوف بقى في الرسمه دي الكونسبت دي بتطبق ازاي. طيب بص في الرسمه دي كده، دي الريجن، ماشي. الريجن بيبقى جواها الفي بي سي. قلنا الفي بي سي ده الكونتينر اللي فيه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. طيب خلينا نقول هنا مثلا الفي بي سي دي هتبقى 10 0 0 0 سلاش 8. نيجي عندنا بقى برايفت سبنت وبابليك سبنت، فاهم؟ ماشي.
خليني كده اوريك بتتعمل ازاي. يعني انت هتيجي تقسم كده، تروح قايل لي مثلا 10 0 1 0 سلاش 24 دي اول سبنت، 10 0 2 0 سلاش 24 دي تاني سبنت، دول كده 2 برايفت. نيجي بقى للبابليك، هيبقى نفس على فكره الرينجات اللي هي البرايفت عادي، 10 0 3 0 سلاش 24 و10 0 4 0 سلاش 24. يبقى كده انا عندي الاربعه سبنتس جايين من السي اي دي ار الاساسي. ماشي. طيب في حاجه اسمها النت جيت واي. ماشي. النت جيت واي زي ما قلنا هو اللي بيعمل لك نت. النت جيت واي ده هيبقى واخد اي بي مثلا بابليك 5 7 1 1 1. ماشي. هيوريك الكلام ده ازاي في العمل بيشتغل. طيب انت دلوقتي بتعمل ايه؟ احنا كده خلاص فهمنا ان في برايفت سبنتس، في بابليك سبنت، في حاجه اسمها نت جيت واي، في انترنت جيت واي بيطلعنا على الانترنت زي ما انتوا ايه شايفين. طيب في حاجه اسمها الراوتنج تيبل. ماشي. بتيجي تروح عامل ايه راوتنج تيبل هنا. ماشي. الراوتنج تيبل ده هتسميه راوتنج تيبل برايفت مثلا للبرايفت رينجز اللي هي برايفت سبنتس. هتاسوشيت البرايفت سبنتس دي بالراوتنج تيبل ده. هتيجي تقول هنا ايه بمنتهى السهوله كده 0 0 0 0 اللي هو الديفولت روت. يعني ايه الديفولت روت برضه عشان لو انت مش عارف؟ يعني اي حاجه انا مش عارفها، اي حاجه هطلع على الانترنت هبعتها على النت جيت واي. ماشي. وهتشوف الكلام ده في اللاب. فبالتالي الاي سي 2 انستنس دي لما تيجي تبعت ترافيك بديستنيشن اي بي مثلا سي 8 8 8 8 مثلا، ده حاجه على الانترنت، هتبص على الراوتنج تيبل تلاقي ده الديفولت روت نت جيت واي. هبعت الكلام ده على النت جيت واي. النت جيت واي هيعمل ايه؟ هيحول السورس اي بي اللي هو كان مثلا الاي بي دوت سي مثلا من الرينج ده 10 0 1 مثلا سي 5. ماشي. هتحول الاي بي برايفت ده لبابليك اي بي وتبعت بيه الترافيك. ففي الاخر الانترنت هيبقى شايف السورس اي بي مين؟ الراجل ده اللي هو النت جيت واي. ده كده بالنسبه للبرايفت سبنت. عايز اقول نقطه مهمه برضو، ان السبنت بيبقى فيه 5 اي بيات ما ينفعش تستخدمها. اول 4 اي بيات، يعني هنا اول 4 اي بيات ما ينفعش تستخدمهم، امازون بيحجزوها، اللي هي مثلا من 0 لحد 3. الاربع اي بيات دي 0 1 2 3 ما ينفعش تستخدمهم. واخر اي بي خالص اللي هو بتاع البرودكاست مثلا هو 255. ففي الاخر في 5 اي بيات انت ما ينفعش تستخدمهم، اول 4 اي بيات واخر اي بي. اي حاجه بقى في النص تقدر تديها لاي اي سي 2 انستنس. كده احنا فهمنا البرايفت سبنت ان هي حاجه بتطلع على الانترنت من خلال نت جيت واي. لو خدت بالك هنا ما ينفعش لو في بني ادم هنا ينشيت ترافيك ماشي للانستنس دي. ما ينفعش اي حاجه في البرايفت سبنت. ما ينفعش اي حد من الانترنت ينشيت ترافيك. الترافيك يبقى من جوه لبره، يبقى انشيتد من جوه لبره من الكلاود للانترنت، ما ينفعش من الانترنت للكلاود. طب البابليك سبنت بقى عكس الموضوع ده، وتعالى اوريك ازاي. البابليك سبنت كده تخيل انت عندك سيرفر كده عايز تببلشه على الانترنت، ويب سيرفر. الويب سيرفر ده هيبقى واخد 10 0 3 مثلا 5 من الرينج ده. ماشي. ده كده البرايفت اي بي بتاعه. ماشي. في اي بي تاني بياخده وانت بتعمل كونفيجريشن للاي سي 2 انستنس، بتعمل حاجه اسمها اوتو انيبل للبابليك اي بي. يروح جاي واخد اي بي كده من الرنجات بتاعت امازون، وليكن مثلا 6 7 1 1 1. يبقى كده هو ايه؟ بياخد 2 اي بيز، اي بي برايفت البابليك سبنت دي، والاي سي 2 انستنس. يعني انت لما بتيجي تكونفيجر اي سي 2 انستنس جوه كده بتيجي تعرف الاي سي 2 انستنس دي ان هي تاخد حاجه اسمها بابليك اوتو اساين بابليك اي بي. ماشي. واوريها لكم برده في اللاب. ماشي. طيب بيحصل ايه؟ ان الاي سي 2 انستنس دي بيبقى زي ليها رجلين كده، تو ليجز. ليج في البرايفت رينج اللي هو البابليك سبنتس دي اللي هي في الاخر هي برايفت زي ما قلنا، ورجل تانية في معاها البابليك اي بي دي. والسبنت دي بيبقى ليها راوتنج تيبل برضو تاني منعزل عن الراوتنج تيبل اللي فوق، اسمه راوتنج تيبل مثلا بابليك. ماشي. هتيجي تقول ايه الديفولت روت فيه؟ ماشي. من نيكست هوب الانترنت جيت واي. خدت بالك هنا ان انت كنت هنا قلت النت جيت واي، هنا النيكست هوب الانترنت ايه جيت واي. فايه اللي بيحصل؟ ماشي. باختصار كده خليني امسح برضو الكلام ده شويه، ان انا اسف معلش. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ ان الاي سي 2 انستنس اللي هنا لما تيجي تطلع ترافيك على الانترنت هتطلع ترافيك، او الاي سي 2 انستنس دي عشان بس نبقى زي ما احنا، عايز تبعت ترافيك على الانترنت هيعمل ايه؟ هيطلع الترافيك سورس بالاي بي ده. ما خدش بقى اي بي النت، اخد الاي بي بتاعه اللي هو السورس اي بي البابليك عادي جدا، وهيبص على الراوتنج تيبل هيلاقي الراوتنج تيبل بيقول له ايه؟ ابعت على الانترنت جيت واي، فيبعت الباكيت على طول على الانترنت جيت واي بس. وبالتالي برضو اي حد من الانترنت يقدر ياكسس على فكره السيرفر ده من خلال الاي بي ده. فالراجل ده لو جه كتب كده 6 7 1 1 1
هيأكسس في الاخر السيرفر ده من خلال الانترنت جيت واي. فده كده باختصار فكره النتوركينج. عرفت فيها الانترنت جيت واي، عرفت فيها النت جيت واي، عرفت البرايفت سب نت، البابليك سب